ب 11 لاعب حتى الآن حقيقة في أرضية الملعب. نعم مشاهدينا الكرام، يا كوزمن حتى الآن في هنا العين وهنا الشارقة. الشوط الثاني، الشارقة يعاني من ضعف الدفاع هشة، دفاع ضائع وحارس ضعيف. يعني الفيصلي إذا لعب بانتشار صحيح وبنفس الأسلوب اللي لعب بيه أمام حارسة والباصات، وشفنا أفضل باصات بتاريخ الفيصلي، أفضل لعب باصات كرة قدم بتاريخ الفيصلي كمباراة حارسة، ومنع ولعب بدفاع متقدم ومن منطقة خط الوسط خط الدائرة، وأغلق بانتشار صحيح دفاعي من منطقة خط الوسط، وربط الدفاعي مع الوسط كتلة واحدة، وحط 2 ظهراء قشاشين مكسرين هجمات مخربين هجمات على الشارقة، واعتمد على الضغط العالي والضغط حامل الكرة